خوف كده بيبقى خوف على اولادنا، بيبقى خوف مثلا ان انا ادخل مشروع جديد فافشل، اخاف ان انا ادخل الامتحان فبالتالي انا مش هحل زي ما انا عاوزه. ده الخوف ده بيبقى موجود، بيبقى هدفه الاساسي ان الخوف ده بيحمينا وبيخلينا نخلي بالنا من نفسنا. وفي خوف تاني بيبقى مختلف حبتين، بيبقى موجود جوانا وبيكبر بيكبر بيكبر لحد ما يبدأ ان هو يسيطر. لما يسيطر يوقف طاقتك ويوقف احلامك، يحبس انفاسك. الخوف ده هو الخوف المرضي. طيب الخوف المرضي بيحصل امتى؟ لما عقلنا يبدأ يتخيل أسوأ السيناريوهات وتعدي بينا اللحظات، صدرك يضيق ونفسك يقل، ونبدأ قلوبنا تجري أسرع من تفكيرنا. كتير جدا بتعدي بينا اللحظات، ببقى واقفة مثلا قدام امتحان، كلنا واقفين قصاد امتحان، قدام قرار مهم، قدام موقف اجتماعي، قدام مشكلة المفروض انها تتحل وتاخد قرار حاسم. لو الخوف المرض ده اتمكن مننا، فجأة بنلاقي جسمنا هو اللي بيسيطر علينا، واحنا خلاص وقفنا تفكير منطقي. والاحساس ده مش احساس عادي ولا احساس طبيعي، لا، ده بيبقى عامل زي الموجة جوانا، وتكبر تكبر تكبر لحد ما تحس انها هتغرقنا. وبالتالي خلاص بقى هنا الخوف اكبر من قدراتنا الحقيقية. طيب الخوف ده بيحصل لناس كتير وملوش مرحلة عمرية، بس بيحصل اكتر حاجة للشباب. اللي هم مين؟ اللي هم بيدرسوا، يعني بيدرسوا عامة، بيدرسوا بقى في الجامعة، بيدرسوا في الثانوي، بيدرسوا ماجستير دكتوراه. ويحصل بقى في المرحلة اللي بعدها وهم بيشقوا طريقهم بقى وعاوزين بقى يبنوا مستقبل وعايزين يبقوا يبقوا يبقوا. طيب الخوف ده بيحصل لهم ليه؟ ده لأنكم في مرحلة مليانة توقعات وضغوط ومقارنات من هنا وهنا وهنا، وكل حاجة بتتحسب، وكل خطوة بتحسوا انها مصيرية، وانكم قاعدين لوحدكم، وانتوا في وادي والاهالي في وادي تاني، ومحدش حاسس بيكم، وان انتوا قاعدين في العصر ده مليان تصارع ومليان احداث، وانتوا عايزين تبقوا موجودين جواه، وعايزين تبقوا ماشيين على نفس الموجة. فبالتالي انتوا طول الوقت انتوا عايشين لوحدكم، لا محدش حاسس بيكم. طيب ده بيحصل لكم انتوا ليه بالذات؟ لانكم انتوا في مرحله الشباب بيبقى المخ لسه في مرحله التكوين، وخصوصا الجزء المسؤول عن اتخاذ القرار. فبالتالي انتوا بتحسوا ان انتوا عايشين لوحدكم. يعني اديكم مثال، السوشيال ميديا بكل انواعها هي بتعمل ضغط على الشباب، فبالتالي هو عاوز يكون ليه مكان في المكان ده، عاوز يكون له علامة في وسط التصارع اللي موجود، لأن السوشيال ميديا بتعمل تكبير، عدسات تكبير كبيرة قوي على أي خطأ أو مقارنة. طيب الحياة الدراسية مثلا مليانة تقييمات وامتحانات، فبالتالي المخ بيترجم على أنه دايما في خطر، ولازم يكون واقف مستعد في وضعية الاستعداد والهجوم. بالتالي ما عندوش مساحة ان هو يعبر عن نفسه، او ان هو يعبر عن مشاعره، او حتى يعبر عن الخوف اللي هو فيه. بس هنا بقى في نقطة حلوة، الجميل هنا بقى ان الخوف مهما كان كبير له مفتاح. طيب هو اعمل ايه بقى بالظبط؟ اول خطوة ان انا اعترف بيه واسميه، واقول ان انا خايف، اعبر عن مشاعري، بس ابقى عارف ان الاحساس ده احساس مش حقيقي، بس هو القصة ان في اشارات وصلت لعقلك ومخك خلتك مقلق حبتين من الموضوع معين، وبالتالي انت افورتها حبتين يا معلم وكبرتها، فانت اهدى شوية كده. طيب الحاجة التانية اني اتحرك رغم الخوف، امشي، اعمل اي خطوة حتى لو خطوة صغيرة، اسمي على الاقل انا عرفت اكسر الدايرة. طيب نرجع بقى للإنسان والشباب والدنيا كلها. احنا عندنا زرار في جسمنا اسمه زرار النجاة، الزرار ده بيشتغل اوتوماتيك اول ما يبقى فيه اي خطر. لما نبقى واقفين قصاد امتحان او قصاد موقف او قرار او اي حاجة مصيرية كده، الزرار ده بيشتغل اوتوماتيك، وبالتالي ده اللي يخلينا نحس ان احنا ايه، قلبنا بيدق، وشنا يحمر، نفسنا يضيق، وايدينا تعرق، ونبدأ خلاص نوقف تفكير منطقي. لكن بقى القصة بقى وجمالها ان انا لو عرفت العب في الاشارات دي، وعرفت ان انا اظبطها، انا هقدر اسيطر على الخوف واتحكم فيه. طب العب في اشاراته ازاي؟ الخوف، اي خوف احنا بنحس بيه، اللي هو الشك الاولاني ده، بيستمر كده 90 ثانية. امال ايه اللي بيستمر معانا؟ تفكيرنا. التفكير هو اللي بيستمر معانا، الخوف عدى خلاص، وبالتالي التفكير والسيناريوهات اللي احنا بنخلقها هي اللي بتستمر معانا. اعمل ايه انا بقى؟ اعمل اول تدريب واحلى تدريب، اللي هو النفس. اخد نفس عميق واطلع زفير،
هنا انا ههدى والمخ هيهدى واحساس الخوف هيقل شويه. الخطوه الثانيه، التزم بروتين معايا، اخليه دايما روتين في حياتي حتى لو كان روتين صغير. يعني مثلا قبل ما ادخل الامتحان مثلا خلي الروتين بتاعك انك تشربي كوبايه ميه. في واحده تانية تقولي لا الروتين بتاعي انا بقرا شويه قران وادعي ربنا، لان انا لما بدعي ربنا وبقرا القران بحس ان انا سلمت امري كله لله وتوكلت على الله وبهدى نفسيا. جميل جدا، خلي ده روتين. يعني ايه روتين؟ يعني يفضل مستمر معايا مش مره وتعدي. في واحده تانية الروتين بتاعها بتقول لنفسها كلمه ايجابيه، ده انا هنجح، لا 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 انا مش هخلي الخوف يسيطر عليا، لا انا اكبر من الخوف. كل واحده وليها الروتين الخاص بتاعها. وفي واحده تانية تقولك انا هعمل روتين النفس، اتنفس واهدى علشان اهدى. فاهم حاجه في الموضوع ان يكون روتين. يعني ايه؟ يعني يستمر معايا مش مره وتعدي وخلاص. طيب الحاجه الثالثه اعمل ايه؟ اشتت انتباهي. ابدا اركز على حاجات حواليا. ركزي على 3 حاجات. ركزي على شجره، ركزي على عربيه ماشيه قدامك، ركزي على الالوان، اركز على الطاوله، اركز على كوبايه، الكوبايه دي شكلها حلو. يعني احاول اطلع بمخي لحاجه تانية، اركز على حاجات تانية، فبالتالي احساس الخوف هيقل. انا كده ضحكت على عقلي. لا، بدل ما اقعد افكر في الحاجات اللي مخوفاني، لا انا هبدا ان انا اركز على الحاجات اللي موجوده حواليا. كون ان انا ركزت بقى على الحاجات دي، انا عملت ايه؟ تشتيت للمخ، خرجته من دايره الخوف لدايره ان انا بدات ابص واتامل على الحاجات التانية، فبالتالي الاحساس قل كتير. نعمل ايه بعد كده بقى؟ نوقف الفيلم فجأة. الفيلم اللي موجود في دماغي جايب لي أسوأ السيناريوهات، جايب لي أسوأ حاجة هتحصل، كل حاجة وحشة هتحصل لي أنا. أوقف الفيلم شوية، أغير الإضاءة، أغير مكان التصوير، ده يبقى في عقلي. أغيره إزاي بقى؟ ده من خلال الموقف. أقلب الموقف كوميدي. ده مش أنا بس اللي حصل لي كده، ده حصل لزمايلنا كذا كذا كذا، تخيلوا حصل لي كده، تخيلوا ممكن يحصل كذا كذا كذا. اللي بيه كوميدي، شتت العقل، وصليه لحاجة تانية، بالتالي أنا مش هركز على الخوف اللي مسيطر عليا. بعد كده تفريغ الطاقة والحركة. فرغي طاقتك، فرغي طاقتك في أي حاجة، اعملي أي حاجة مفيدة. يعني أنت مثلا بتحبي تعملي كوباية شاي الصبح، قومي اعملي كوباية شاي، قومي اعملي فطار لحد. فرغي طاقتك، اتحركي. ممكن اتحرك في المكان 20 ثانية جري، ممكن ان انا احاول ان انا احرك دراعي، احرك راسي يمين وشمال. اعملي اي حاجة بيها انك انت تفرغي طاقتك، وبالتالي بتتحركي، فانت عمالة تتنفسي، فانت بالتالي بعدتي احساس الخوف ودخلتي في حاجة تانية، فبالتالي احنا عرفنا نضحك على الخوف بتاعنا وعرفنا نسيطر عليه. اقول لكم على حاجة اخيرة بقى، الخوف ده مش ضعف، الخوف ده علامة ان انا بمر بحاجة كبيرة في حياتي. والقوة ان انا ما اخافش، لا، القوة الحقيقية ان انا امشي واتحرك رغم وجود الخوف ده. اشوفكم على خير.